بعد إطاحة الزمالك لنادي تيكاتاها الصومالي، موعد مباراة نادي الزمالك والبنك الأهلي القادمة بالدوري المصري. بس قبل أي حاجة، لو أنت مهتم بأخبار نادي الزمالك اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. الزمالك بيواصل تألقه الأفريقي بخطوات ثابتة بعد ما ضمن تأهله لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، وده بعد فوزه على تيكاتاها الصومالي بهدف نظيف في لقاء الإياب على استاد القاهرة الدولي. الهدف جه عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، وأكد تفوق الزمالك بعد فوزه الكبير في لقاء الذهاب ب6 أهداف كاملة. وخلال اللقاء أحمد شريف تعرض لإصابة قبل نهاية الشوط الأول وخرج، ونزل مكانه خوان بزيرة. وفي الدقيقة 61 محمد السيد أضاع ضربة جزاء صد ليها حارس تيكاتاها ببراعة. وبعد التأهل الزمالك دلوقتي بيركز على مشواره في الدوري المحلي، بيستعد لمواجهة البنك الأهلي بعد حصول الفريق على راحة في الجولة 11. الزمالك دلوقتي في المركز الرابع ب 18 نقطة من 10 مباريات، البنك الأهلي في المركز ال11 ومعاه 14 نقطة من 10 مباريات. أما عن موعد المباراة، فالمباراة ستقام يوم الخميس 30 أكتوبر الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي. وبكده وصلنا للنهاية. لو انت مهتم بأخبار نادي الزمالك اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.